لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم ترجع عقباه إلى الندم. الظلم ظلمات يوم القيامة. أكد ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع التي كانت بمنزلة ميثاق شامل لحقوق الإنسان. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع: فإن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا إلى يوم تلقون ربكم. وتوعد من ظلم أخيه. توعد رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكل حق أخيه. فعن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره. لا تظلمن أجيرا. فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه. وروى البخاري عن المعرور بن سويد قال: رأيت أبا ذر رضي الله عنه وعليه حلة وعلى غلامه حلة فسألناه عن ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم ما يغلبهم فأعينوهم. الظلم ظلمات يوم القيامة، فأعط كل ذي حق حقه ولا تتسلط على أحد. روى مسلم في صحيحه عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه أنه قال: كنت أضرب غلاما لي بالصوت فسمعت صوتا من خلفي: اعلم أبا مسعود، فلم أفهم الصوت من الغضب. قال: فلما دنا مني فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا هو يقول: اعلم أبا مسعود، اعلم أبا مسعود. قال: فألقيت الصوت من يدي فقال: اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام. قال: فقلت: لا أضرب مملوكا بعده أبدا. وفي رواية لمسلم قال أبو مسعود رضي الله عنه: فقلت: يا رسول الله هو حر لوجه الله تعالى. فقال: أما لو لم تفعل للفحتك النار أو لمستك النار.